في جدل مثار الفترة الأخيرة عن سبائك بي تي سي، والحقيقة أنا مش عارف ده سببه إيه. بي تي سي هي أكبر وأقدم شركة في السوق عملت السبائك، ويمكن أنا شخصيا أفتكر لما طلعوا زمان بالسبائك دي كنت أنا نفسي مستغرب جنيهات إيه وسبائك إيه المغلفة، ومين اللي هيشتري سبائك ومين اللي هيشتري جنيهات. بس على الرغم من كده الشركة اشتغلت وكبرت نفسها وقدرت تبيع نفسها في كل محل في مصر، سواء كان جنيهات أو سبائك. ده مش بس كده، ده بدأوا يزودوا ويعملوا أشكال من الجنيهات ومن السبائك. يعني محدش قبل كده شاف جنيهات ديزني، جنيه عليه ميكي ماوس، ونص جنيه عليه بطوط، ونص جنيه بتعليقة عليه الشكل اللي انت عايزاه، ويتلبس كمان بقى زينة وخزينة. فدي كلها حاجات كتيرة جدا، وبي تي سي نجحت، وانا دايما بقول الجملة دي، ان هي تبيع نفسها جوه المحلات. دايما الزبون بيخش يسأل على بي تي سي، وده نجاح بنحسبه دايما للشركة. وعشان كده احنا دايما بنسميهم شركاء النجاح، لان احنا معاهم من زمان ولغاية دلوقتي، واكيد ان شاء الله لسه مكملين. هتلاقوا كل التشكيلة بتاع بي تي سي موجودة وفي كل فروعنا. وبس كده، كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.